لما بيتم ذكر اسم انتوني هوبكنز دماغنا بتروح تلقائي لفيلم سايلنس اوف ذا لامب، وده بما انه من اشهر واقوى افلامه، واخر عن دوره في الفيلم ده جائزه اوسكار كافضل ممثل. طب لو قلت لك ان في فيلم تاني لانتوني هوبكنز اترشح ل8 جوائز اوسكار، وان الفيلم ده عمل فيه دور قوي جدا ومختلف تماما عن دوره في فيلم سايلنس اوف ذا لامب، وان الفيلم ده تقريبا معظم الناس ما سمعتش عنه وما تعرفش عنه حاجه، فمع مراجعه الفيلم الرومانسي النادر فيلم ذا ريمينز اوف ذا داي، وهو من بطوله العبقري انتوني هوبكنز، تبدا الحكايه في قصر دارلينغتون الموجود في احدى القرى في الريف الانجليزي، واللي كان مملوك لاحد السياسيين اصحاب النفوذ في الفتره ما قبل الحرب العالميه الثانيه، وهو اللورد دارلينغتون. لكن بعد وفاه اللورد بيقوم الورثه بعرض القصر للبيع علشان يشتريه بعد كده مليونير امريكي، وده هيخلينا نتعرف بعد كده على شخصيه ستيفنز كبير الخدم في القصر، واللي خدم في القصر من سنين طويله مع ملك القصر السابق. ستيفنز بيعرض على الملك الجديد مستر لويس ان هيقوم باستدعاء مديره المنزل السابقه ميس كينتون، واللي كانت بتخدم في القصر قبل 20 سنه، وده علشان تساعده في اداره المنزل، خصوصا بعد طلبها انها ترجع لشغل من تاني، وبيطلب منه انه يسافر للمكان اللي فيه كينتون علشان يتكلم معاها. وفي خلال رحله ستيفنز لاستعاده كينتون بنتعرف على اصل الحكايه من خلال فلاش باك، واللي بنتعرف فيه اكتر على شخصيه ستيفنز، وانه قد ايه كان رئيس الخدم ملتزم جدا بشغله، وانه كان دايما بيحط شغله في المقام الاول قبل اي شيء. وبنتعرف برضه على الاحداث السياسيه المهمه اللي مر بها القصر، وان المكان ده كان مسرح لاحداث سياسيه كتير خلال الحرب العالميه الاولى والثانيه برعايه اللورد دارلينغتون، واللي كان حليف قوي للالمان وصديق مهم ليهم. والاهم من ده كله بنتعرف على قصه الحب اللي بتنمو في وسط الجو المشحون بالصراعات والتحولات السياسيه، وهي قصه حب رئيس الخدم ستيفنز وميس كينتون مديره المنزل. ومع تصاعد الحب ما بينهم بشكل كبير بيحاول ستيفنز انه يهرب من المشاعر دي، وده لانه شخص عملي ودايما بيحط شغله قبل اي شيء حتى لو على حساب قلبه ومشاعره. لكن كينتون بتيأس من ان ستيفنز ممكن يستجيب لحبها، فبتضطر انها تقبل اول عرض جواز بيتقدم لها وبتسيب القصر تماما. وبعد 20 سنه بيحاول ستيفنز انه يصحح اخطاء الماضي ويستعيد كينتون. فيا ترى هينجح ستيفنز في استعاده كينتون ويصحح الغلطه اللي غلطها زمان ولا لا؟ فيلم ذا ريمينز اوف ذا داي انا بعتبره من اهدى واجمل الافلام اللي شفتها في حياتي، لكن الهدوء اللي ممكن تحسه وانت بتتفرج على الفيلم هو هدوء خادع، لانه هدوء موجود على السطح، وتحت السطح ده هتلاقي مجموعه كبيره من الصراعات، ولان معظم الصراعات الموجوده هي صراعات داخليه او نفسيه، فلازم علشان نفسرها ونحللها اننا نقوم بتحليل الشخصيه الرئيسيه في الفيلم، وهي شخصيه ستيفنز كبير الخدم في قصر دارلينغتون، واللي قام بدورها العبقري انتوني هوبكنز. من اهم صفات ستيفنز انه شخص هادي جدا، كلماته قصيره ومحدده. Miss Lewis? Thank you. Of course, my lord. Thank you. Thank you, my lord. Thank you, sir. ومش هتلاقي طول الفيلم انه بيقول جمل طويله غير في حالات قليله جدا هنتكلم عنها بعد كده. مش هتلاقيه بيدخل في حوارات جدليه كبيره، وده زي ما رفض انه يدخل في جدال مع رئيس الوزراء البريطاني تشرشل في المشهد ده. Do you think that the currency problem in Europe would be alleviated by an arms agreement between the French and the Bolsheviks? I'm sorry, sir, but I'm unable to be of assistance in this matter. وده بقى هياخدنا لسؤال مهم جدا جه في بالي وانا بتفرج على المشهد. هل ستيفنز ما جاوبش على الاسئله بسبب انه ما كانش عارف الاجابه، ولا عشان هو رافض انه يدخل في جدل اساسا؟ ستيفنز انسان مثقف جدا، وكان دايما بيقضي وقت فراغه في قراءه الكتب الموجوده في مكتبه اللورد، فظن انه رفضه للاجابه على الاسئله دي بالرغم من ان كان الغرض منها تقليل منه، ده سببه انه كان بيرفض انه يقوم باي فعل من اللي ممكن انه يشتته عن مهمته الاساسيه ومحور حياته اللي عايش ليه، وهو وظيفته كرئيس الخدم. في نقطه تانية مهمه لازم نركز عليها في تحليلنا لشخصيه ستيفنز، والنقطه دي هي نشأته، لان ستيفنز في الاساس كان ابن الاب عاش طول حياته كخادم، وده عرفناه لما قام بتوظيف ابوه في القصر، وعرفنا بعد كده ان ابوه اشتغل كخادم لمده اكتر من 50 سنه. I've waited at table every day for the last 54 years. فستيفنز رئيس خدم مثالي جدا على قدر كبير من الثقافه والادب والالتزام والخبره، واللي مش ممكن ابدا تتوفر في شخصيه غير شخصيه ستيفنز. بالاضافه لده فستيفنز كان دايما بيحط شغله في المقام الاول قبل اي حاجه في حياته، وكان هدفه الاول في حياته هو خدمه اللورد دارلينغتون. والنقطه دي هتاخدنا لقصه الفيلم، واللي ممكن نلخصه في انه رحله كامله وعمر كامل مليء بالاختيارات الخاطئه من ستيفنز كان بيتحط في مواقف كتير، وكان دايما اختياراته بتبقى غلط، وده بسبب تفضيله لوظيفته كرئيس الخدم على اي حاجه. واول غلط عمله لما رفض يسمع نصيحه ميس كينتون، وده لما قالت له انه لازم يقلل من المهام المسانده لابوه لانها اكبر من قدرته، لكنه برضه رفض. ونتج عن رفضه الحادثه اللي حصلت لابوه واللي اضطرته بعد كده انه يغير وظيفته، وده اللي خلى بعد كده ستيفنز يتحط في نقطه كان لازم يختار فيها ما بين انه يصدق والده ويقف جنبه، او انه يختار وظيفته كرئيس الخدم ويحافظ عليها، لكنه برضه اختار غلط لما رفض انه يصدق كلام والده وان الحادثه اللي حصلت دي كانت بسبب عيب في الارضيه مش بسببه. ونتج عن اختياره الخاطئ ده انه الحق ابوه بوظيفه عامل نظافه، واللي اعتقد من رايي الشخصي انها اثرت على نفسيته، وكانت سبب رئيسي في وفاته بجلطه في المخ بعد كده. وبرضه اثناء مرض والده اختار شغله على انه يقضي الوقت مع والده المريض. حتى بعد وفاته ستيفنز مر بلحظه صراع نفسي رهيبه
بارد جدا عليه في كذا لقطه، وهي حيرته في اختيار ما بين انه يبقى مع والده ويقضي معاه اللحظات الاخيره، او انه يكمل في وظيفته كرئيس الخدم ويخدم ضيوف الحفله. ومع انه كان ممكن يخلي كنتون تقوم بشغله، لكنه قام باختيار خاطئ تاني وكمل مهمته في خدمه الضيوف. بعد كده مر ستيفنز بصراعات نفسيه كتير واختياراته فيها كلها كانت غلط برضه، زي لما لاحظ القرب الشديد ما بين لورد دارلينغتون والالمان في حقبه هتلر واتفاقه مع سياستهم الفاشيه. فهنلاقي مشهد مهم جدا بيعبر عن الصراع الموجود داخل ستيفنز وطريقه تعامله معاه. وهو لما سمع كلام السفير الالماني اللي مش ممكن انسان عاقل يقبله، دخل اوضته وقال الجمله دي: In my philosophy, Mr. Ben, a man cannot call himself well contented until he has done all he can to be of service to his employer. Of course, this assumes that one's employer is a superior person, not only in rank or wealth, but in moral stature. انا عن نفسي استغربت جدا من رده، ولكن التفسير اللي قاله ده انه كان في صراع قوي جدا جواه بسبب رفضه لموقف اللورد. واللي خلى الصراع ده يظهر الجمله اللي قالها الراجل اللي كان قاعد معاه، واللي مش عارف قالها بقصد او بدون قصد، لكنه قال له انه لابد انه راضي عن نفسه. لكن ستيفنز بسبب الصراع اللي جواه اخذ الجمله دي على نقطه الضعف اللي موجوده عنده، وهي عدم رضاه عن اللي بيحصل، وكرد فعل دفاعي قال الجمله اللي سمعناها في المشهد. لكن الراجل ضغط عليه اكتر وحاول يخليه يتشكك في نفسه، لكن رفض ستيفنز ان يسمع ليه مع رده وهروبه من الاجابه على السؤال وتركيزه في صوت الموسيقى في المشهد، كل ده كانت محاولات منه للهروب من الصراع اللي جواه، كانه بالظبط عاوز صوت الموسيقى يغطي على الصوت اللي جواه. وعندنا موقف تاني لما وافق انه يمشي ال 200 اليهود بناء على طلب اللورد، وبالرغم من رفضه للفكره لكنه برضه مشاهم. وبرضه لما رفض انه يسمع كلام ابن اللورد بانه لازم ينبهه للطريق الغلط اللي ماشي فيه. كل دي قرارات غلط اخذها ستيفنز في حياته، لكن هيظل ان اكبر اختيار خاطئ اخذه في حياته هو رفضه لحب كنتون. في رحله ستيفنز مع كنتون هنلاقي بعض من التحولات في شخصيته مش بتظهر غير وهي موجوده. هنلاقيه في مشهد من المشاهد بيقول جمل طويله وبيدخل في حوار مع كنتون، حوار جميل ومريح، وهتحس قد ايه ان ستيفنز مستريح ومبتسم وبيهزر وعلى طبيعته بعد ما خلع عنه الرداء اللي بيحطه على شخصيته. وده يمكن المشهد الوحيد اللي هتشوف فيه ستيفنز بالشكل ده. لكن بالرغم من حبه ليها، لكنه برضه اخذ مجموعه كبيره جدا من القرارات الغلط في علاقته بيها. وهنشوف واحد من القرارات الخاطئه دي لما دخلت عليه ولقيته بيقرا في كتاب وعرفت انه كتاب رومانسي، ورفض ساعتها ستيفنز انه يبان حقيقته ويقول لها انه انسان عادي وبيحب وليه مشاعر، وقال لها الجمله دي في محاوله منه لاخفاء الحقيقه. I read these books, any books, to develop my command and knowledge of the English language. I read to further my education, Miss Kenton. وبعد كده لما احتكيته جنبها في لحظه من لحظات الحزن والحيره، رفض وسابها وهرب. ولما قالت له انها هتتجوز، وبالرغم انه مر بصراع نفسي قوي جدا، لكنه برضه فضل عمله على انه يتمسك بيها ويقول لها انه بيحبها. وبعد كده لما شاف حزنها على قرارها بانها هتتجوز وتسيب القصر، ما حاولش يبقى جنبها وسابها في حزنها. المختصر ان حياه ستيفنز هي عباره عن مجموعه كبيره من القرارات الخطا، وده هياخدنا للسؤال اللي بيطرحه الفيلم والمعضله اللي مرت بيها كل الشخصيات، وهو: هل الوقت المتبقي من العمر كافي لتصحيح اخطاء الماضي؟ المعضله دي مر بيها لورد دارلينغتون بعد ما تيقن ان اختياراته كلها كانت غلط، وحاول بعد كده انه يصحح منها لكنه ما قدرش ومات. ومرت بيها كنتون لما ادركت ان اكبر غلط عملته في حياتها لما سابت القصر واتجوزت، وحاولت بعد كده ان تصحح الغلط ده بانها ترجع للقصر بعد 20 سنه، لكن ظروفها منعتها. وحاول ستيفنز انه يصحح اخطاء الماضي بانه يحاول انه يستعيد كنتون من تاني، لكن الوقت كان عدى خلاص لان كنتون مش متاحه زي زمان. فاجابه السؤال ده كانت واضحه جدا في اخر الفيلم، وهي انه ممر لا يمكن تداركه ابدا. ونيجي للسؤال الاخير، وهو: هل ستيفنز انسان قاسي وبارد المشاعر؟ هل هو كان قاسي مع ابوه كنتون؟ من وجهه نظري اللي ممكن نختلف او نتفق عليها، وهي ان ستيفنز انسان طيب القلب ومرهف المشاعر، ولكنه اتربى وامن طول عمره بحاجات غلط نتج عنها انه اخذ قرارات غلط كتير في حياته. ولما فاق بعد كده الزمن ما ادوش الفرصه انه يصلح غلطته. فستيفنز هو انسان عادي حياته مليئه بالقرارات الخاطئه زي معظمنا بالظبط. وبس كده. سلام.